ازيكم فنانين بقناة كتالوج الفن، الكتالوج الخاص بكل فنان. ختمنا المرة الأخيرة بالمحاضرة الخامسة واللي اتعلمنا فيها بس طرق الرسم بتاعة الجسم بالطريقتين وقلنا أحسنهم وكده. دي المحاضرة السادسة هنكمل فيها الجزء اللي بدأناه المرة اللي فاتت. طيب احنا كنا قلنا إن عندنا طريقتين، سواء الطريقة اللي هي الستيك مان ده اللي بنعمل فيها كده، أو كان الطريقة التانية اللي هي المجسم وكنا بنقعد بقى نرسم مكعبات. آه، المحاضرة دي بقى المفروض إن احنا هنكمل الجزء ده، وهناخد بقى ازاي نحول الأشكال دي سواء ده أو ده لجسم بقى حقيقي، أو إن احنا نرسم التفاصيل بتاعته يعني بمعنى أصح. طيب فدول كان الطريقتين اللي خدناهم في المحاضرة اللي فاتت، وطبعا قلنا أسهلهم يعني في الوقت واختصارا هي دي، بس بتبقى أصعب شوية في إن احنا بقى نحولها يعني أو نرسم التفاصيل بتاعتها، لأنك قدامك بس خطوط وهترسم عليها كل التفاصيل، يعني كأنك بس حطيت كده الأوتلاين وبتبدأ إنك ترسم. لكن دي بتبقى أسهل في إنك قدامك الشكل، أنت بس بترسم يعني كأنك رسمت التفاصيل وبس بترسم عليها بقى الأوتلاين، الشكل بتاع الرجل، الشكل بتاع الراس، وهكذا. يعني بيكون قدامك المجسم نفسه، بتبدأ بس تحط التفاصيل الخارجية وكده. لكن دي انت بيكون قدامك خطوط وبترسم كل التفاصيل بنفسك. فلو اتمكنت من الموضوع قلت ان هتكون الطريقة دي احسن بكتير. تمام. وبتختصر في الوقت اكتر يعني. فاحنا هنبدأ بان احنا هناخد الشكلين دول هنحولهم بقى هنرسم التفاصيل بتاعتهم. الموضوع مش صعب، يعني مثلا الراس عندنا هي زي ما هي، هتبدأ ترسم تفاصيل الراس حسب الشكل اللي قدامك. لا يبقى راس مدورة، راس مربعة، راس طويلة، أيا كان. ده الخط بتاع الكتف احنا قلنا، فبتطلع بالرقبة لحد الخط بتاع الكتف ده. تمام. بس الكتف نفسه ما بنرسمش على الخط ده، يعني بنرسم حواليه كده. تمام. الخط ده كده كأنه العظم، يعني ده كده العظم بتاع البني آدم، فمش هينفع مثلا أجي أرسم الكتف على الخط ده. تمام. بطلع لبره شوية كده. نفس الشيء برضو من هنا باجي من تحت الخط بشوية. تمام. ده مثلا كده بنرسم الدرع، برضو هنا نفس الشيء، يعني في الشكل كله عموما برسم حوالين الخط التفاصيل اللي أنا عايزها. تمام. ده كده مثلا أول دراع، نفس الخطوات برضو بنكررها هنا. وممكن أبقى أعمل محاضرات تانية لتفاصيل صغيرة زي الإيدين والرجلين. الحاجات دي برضو ليها تفاصيل، تفاصيل التفاصيل بقى، يعني دي هيبقى ليها محاضرات مخصوص. لكن هنا أنا بتكلم عن الموضوع ككل، يعني بشكل عام شوية. باجي بقى من هنا بنزل على الوسط، الخط بتاع الوسط ده اللي احنا عاملينه. هو الموضوع مش صعب، بس هنا زي ما انتم شايفين احنا بنرسم كل التفاصيل بنفسنا. هنا هنبقى الموضوع أبسط شوية، أو شوفوا بنفسكم برضو، جربوا الطريقتين وشوفوا الأسهل بالنسبة لكم. تمام. وصل كده في خط الوسط، ادي كده أنا رسمت النص الفوقاني كله. تمام. من الرجل بقى هنا برضو باجي جنب الخط بس مش جنبه قوي، يعني مش هينفع مثلا أنا أجي أرسم فهرسم الرجل كده. تمام. بس رجلي فيل، فباجي بس جنب الخط كده بشوية، شوية صغيرين. تمام. ليه؟ لأن باقي الرجل هتكون من جوه هنا، يعني هعمل كده أهو. بس الركبة كده هنا. تمام. فدي هتكون مثلا أول رجل. هنا برضو نفس الشيء، هاجي جنب الخط بحاجة بسيطة خالص، يعني عشان بس تبقى الرجل مش نفس، يعني مفيش حد هتلاقي وسطه زي رجله كده خط مستقيم يعني. هيشوط كورة، كورة اهو مثلا. آه، بلاش كورة عشان شكلها مش كورة، يعني مش الشكل ده واحد بيشوط كورة، بس عموما ده ممكن يشوط كورة، يعني ده لما نيجي نعمله هنخليه يشوط كورة.
بس فدي كده أول طريقة، تمام. مش صعبة قوي، بس زي ما انتوا شفتوا احنا بنرسم كل التفاصيل كده، يعني بس بناخد شكل العظم كده احنا اللي بنعمله، وبعد كده بنبدأ نرسم كل حاجة عليه. تاني شكل هنا بقى، هنا مش هنعمل راسه مكعبة أكيد، بس أول وش في المكعب ده بنرسم عليه الوش نفسه، الجزء الأمامي. يعني هنا بس الميزة إنك قدامك مجسم، فبتبدأ بقى إنك خلاص يعني كل حاجة عندك متقسمة. ده كده الوش. في الناحية اللي فوق دي هترسم تفاصيل الشعر، في الجنب هنا هترسم بقى الودن، تمام. فأنت بقى قدامك مجسم بترسم عليه. هنا بس الميزة، تمام. نفس الشيء هنا مثلا، كأن ده عندك الكتف، وده نفس الشيء. فبتنزل من الرقبة كده بتيجي على الكتف. نرسم هنا بقى تفاصيل الدراع برضو، هي يعني نفس شكل الدراع عموما، أو حسب الشكل الدراع اللي بترسمه. عايز بقى تحط هنا عضلات، تمام، عايز تخليه كده. نفس الشيء برضو في الرجل. احنا هنيجي بقى نمشي من هنا ايه، يعتبر برضو من بره كده على طول اهو. دي اللي هو القوسين دول. من هنا برضو هنيجي من الحتة دي اللي هو تحت المكعبين اللي احنا رسمينهم دول، المكعب ده والمكعب ده، نيجي كده تحتهم اهو، هيبقى الخط ده كده. هنا الركبة، تمام. هنا السمانة، دي أول رجل. نفس الشيء هنا اهي، ادي السمانة هنا، وادي الركبة اهي، تمام، وادي الكوع. دي كده تاني طريقة. يعني شوفوا انتوا الأسهل بالنسبة لكم ايه بصراحة. سواء دي أو دي، الطريقتين كويسين، طريقتين زي ما انتوا شايفين فعالين، يعني بتطلع منهم شكل. بس دي يعني زي ما قلت عشان التفاصيل بتبقى أسهل، في إنك بيبقى قدامك مجسم مش خطوط، تمام. بس فده باختصار كده ازاي احنا نحول الطريقتين اللي احنا بدأنا بيهم في المحاضرة اللي فاتت، نرسم التفاصيل بتاعتهم ونحولهم لأشكال جسم واقعية شوية يعني، تمام. ده الأساس بتاع الموضوع. طيب لحد هنا كده، ومش هنشوف الطريقة دي تاني في المحاضرة دي، يعني عشان خلاص أنا يعني اديتكم بس الأساس بتاعها والنسب والطريقة بتاعتها في المحاضرة اللي فاتت. وفي المحاضرة دي أهو اللي هو ازاي ترسم التفاصيل بتاعتها، هي يعني نفس الشيء اللي بنعمله هنا هو اللي بنعمله هنا. فأنا في المحاضرة دي هكمل بالطريقة الأولانية، تمام. لأن دلوقتي هناخد بقى وضعيات تانية، يعني مش واقف بس. ازاي؟ طب ازاي نرسم حد قاعد بالطريقة دي، تمام، أو بدي أيهما أقرب. ازاي نرسم حد قاعد، بس بدي هتبقى أسهل طبعا. هنرسم حد نايم، أيا كان أي وضعيات تانية. فهكمل بمثلا هنرسم واحد قاعد. الطريقة بتختلف شوية بقى، يعني مش زي اللي بنعمله هنا، لأن اللي هو طب أنا دلوقتي هرسمه ازاي قاعد بخطوط، تمام. فهنا بنعمل ايه بقى؟ بنعمل هنا دايرة كده، تمام. دي تعتبر المركز بتاعنا، نطلع منه وخط ده كده ايه الظهر، تمام. وده خط الكتف بيبقى صغير كده لأنك شايف الشكل من الجنب، يعني واحد قاعد كده بالجنب هيبقى باصص هنا مثلا، تمام. فوق الراس. ومن هنا بنطلع بالرجل، تمام. دي مثلا أول رجل أهي، دي الركبة يعني، تمام. والرجل التانية أهي، تمام تمام. نفس الشيء بقى الإيدين. إيد هتطلع من هنا كده، والإيد التانية من هنا. يعني هي المفروض الإيد دي اللي هي هتبقى ورا، تمام. يعني إيد هتبقى من هنا اهي كده، والإيد التانية هتبقى من ورا شوية لأن دي الناحية التانية، تمام. بس فهو الاختلاف في ال الأساس نفسه. يعني هنا الأساس احنا كنا بنعمل بس الراس والكتف، وادي الخط أهو بتاع الظهر وخط الوسط والرجل. هنا بس الأساس إن هو الدايرة دي الأساس بتاع الرسمة، وبنطلع منها بقى بخط الظهر، والراس فوقيها، وبنطلع منها بالرجلين وهكذا، تمام. هنا بقى يعني مش هنعمل زي ما كنا بنعمل هنا في الكتف. ده أصلا نفسه هو الكتف، ده كده الكتف، تمام. فهنطلع منه بالدراع على طول، يعني ده كده أول دراع. الدراع التاني طبعا مش هنبقى شايفينه،
هنبقى شايفين منه بس الجزء اللي طالع من هنا ده. تمام. فادي كده دي الايدين، وادي الظهر. نفس الشيء هنا برضو الرجل. الموضوع بسيط خالص يعني، الطريقة دي بصراحة بسيطة جدا في الوقت يعني. وادي البطن اهي. وده كده يعتبر خط الوسط بقى. تمام. اهو ده كده. وادي ركبته هنا اهي. وادي دي اول رجل. تمام. برضو نفس الشيء زي ما عملنا في الدراع التاني هنا. الرجل التانية مش هيكون شايفين منها غير الجزء اللي هو طالع منها هنا ده. تمام. بس هيبقى ماسك هنا في ايده مج ولا حاجة نسكافيه، قاعد بيشرب كده. بس شعره بقى وتفاصيله ودنيته يعني وكل حاجة، بعيدا عن راسه اللي مش قد جسمه، بس ماشي هنكبرها شوية مش مشكلة. بس فدي كده مثلا وضعية تانية. تمام. عرفنا ازاي نرسمه وهو واقف، نرسمه وهو قاعد. هرسمه بطريقة تانية، مثلا هو قاعد باصص بقى وراه، يعني مثلا ادي اهو. عشان هو هيبقى وشه الناحية دي، يعني هتشوفه دلوقتي. عشان كده الطريقة يعني لازم اشرح وانا بوريكم كده. دي مثلا رجل. تمام. ودي الرجل التانية. طيب انتوا هتعملوا الكلام ده ازاي؟ المفروض ان هو آه، هيبقى قدامك مثلا حاجة معينة، مثلا شخصية انمي، اي شخصية كرتون مثلا قدامك، وهتحاول انك تقلد ايه الوضعية بتاعتها. تمام. اظن الدنيا دلوقتي بانت شوية. ان هو قاعد عامل كده. تمام. هو قاعد باصص هنا كده، باصص على ده اهو. ادي مثلا عينه، مناخيره، بقه. هنا بقى انا كبرت خط الكتف شوية لان هو وشه الناحية دي، ناحيتنا احنا كده. تمام. وهو ساند ايده على الارض كده اهي. ساند ايده دي على الارض. وادي خط الوسط اهو بتاعنا برضو. وهنا رجله اهي. يعني هو كده قاعد ساند على رجله. تمام. ساند ايد على الرجل دي، ورجله التانية مفرودة. تمام. فهو كده قاعد اهو باصص وراه كده. ده بيعزم عليه، بيقول له تشرب، فده قال له لا. بس فدي مثلا احنا كده خدنا مثلا كذا وضعية. الفيديو اللي فات او الجزء الاول اخدت كذا مثال وكذا رسمة للوضعيات. وهو واقف بقى ماسك حاجة بيرميها، واقف بيجري. تمام. ادي مثلا برضو الطريقة التانية وهو قاعد، مفيهاش طرق كتير وهو قاعد، لأن هو ما هو هيبقى قاعد وشه كده يا وشه كده. تمام. يعني زي دي مثلا يا كده يا كده. ده برضو هيبقى نفس الشيء، وهكذا. تمام. لو هرسم بقى واحد نايم، فهتبقى هي الطريقة وهو واقف، بس هيبقى نايم يعني، برضو هيبقى خط الوسط كده مثلا. تمام. هيبقى طالع منه الخط بتاع الظهر، كتف، الرجلين. تمام. مم، ودي ايد، ودي التانية. يعني بس هي نفس الطريقة لو هنعمله وهو واقف، يعني ده لو جبناه كده هيبقى كأنه نايم، ده لو جبناه كده هيبقى كأنه نايم، فنفس الشيء. أقصد هنا إن هي نفس الطريقة برضه، بيبقى خط الوسط خط الكتف، نفس الأساس بتاع الطريقة دي. تمام. عكس مثلا الطريقة دي لأ، بيبقى فيه جزء مختلف. تمام. بس فأدي كده تقريبا احنا لمينا كل الوضعيات. في حاجات بسيطة بقى، ملاحظات كده بس المفروض ناخد بالنا منها. حاجات بسيطة خالص، يعني المفروض إن احنا مثلا الجزء ده تمام يبقى زي الجزء ده، يعني واحنا بنرسم التفاصيل نخلي بالنا ان الرجلين يبقوا قد بعض، الايدين يبقوا قد بعض. تمام. اللي هي الاحجام دي، يعني النهاية الاطراف بتاعة الجسم تقريبا. تمام. لا دي قد دي، دي قد دي، وهكذا. تمام. كف الايد بقى نفسه، والرجل نفسها والحاجات دي برضو يعني هتبقى نعملها قد بعض، بس دي لما اعمل المحاضرة بتاعة التفاصيل دي هتكون قدام شوية يعني.
أو ممكن أعملها في المحاضرة الجاية على طول، هشوف لسه. مثلا لو أنت هتبدأ ترسم التفاصيل بتاعة الإيدين والرجلين وعارف ترسمها، فخلي بالنا من الصوابع، نبقى عارفين أحجام الصوابع. تمام. آه، وهكذا يعني، دي ملاحظات بسيطة بس إنك تساوي الجنبين. تمام. ونبطل شغل إعاقة زي اللي أنا بعمله حاليا، بس أنا دلوقتي بشرح كروكي يعني، مش بعمل حاجة جد. فنركز في التفاصيل ونساوي الجنبين ببعض، نبدأ نشوف أمثلة واقعية، يعني نشوف شكل مثلا شخصية كرتون معينة بنحبها أو كده، ونبدأ إن إحنا نطبق عليها. تمام. نشوفه بكذا وضعية، نشوفه وهو قاعد، نشوفه واقف، نايم، بيجري، بيلعب، بيحدف حاجة، الكلام ده كله. نبدأ إن إحنا نشوف حاجة عملي كده قدامنا ونطبق عليها. تمام. دي كده حاجة بسيطة عملتها أوريها لكم، يعني الأخت والأخ هنا بيسلموا عليكم وبيقولوا لكم إنهم مبسوطين إنهم مع أرت كتالوج. نتعلم يعني، هم مبسوطين، فالمفروض إن شاء الله نكون إنكم كمان تبقوا مبسوطين. دي كانت المحاضرة السادسة والجزء التاني من المحاضرات بتاعة رسم الجسم. كده احنا يعني خلصنا جزء محترم شوية كده من الكورس كأساسيات وحاجات بداية شوية. الجزء اللي جاي واللي الأغلب بيستناه في أي كورس هو جزء رسم البورتريهات. تمام. فده جزء دسم جدا، أكتر جزء يعني اهتميت بيه في الكورس. هيكون فيه محاضرة لكل جزء في البورتريه، يعني متتخيلش أنا تعبت ازاي في الموضوع، أو متتخيلوش تعبت ازاي في الجزء ده. فالجزء اللي جاي أهم جزء في الكورس كله، الأغلب بيستناه في أي كورس أصلا. فتابعوا المحاضرات الجاية. قريب جدا هنزل أو هبدأ في الجزء ده إن شاء الله، ممكن الأسبوع الجاي بالكتير قوي من وقت نزول الفيديو ده، لأن بجهز حاجة عظمة شوية يعني. وحاجة أخيرة حابب أقولها، هحط لكم دلوقتي صور لشخصيات وحاجات تطبقوا عليها عملي، وفي الديسكريبشن تحت في جروب تليجرام. ده المفروض إن بعد كل محاضرة بنطبق عليها، بتبعت شغلك على التليجرام، لو في تعديل أو كده ببعت طبعا، برد هناك. الجروب ده يعني كل اللي موجودين فيه بيشاركوا الجزء اللي هم طبقوه على المحاضرة وكده، أو اللي هم عملوه بعد ما شافوا المحاضرة. بتبدأوا يعني تتفاعلوا مع بعض، كل واحد يشوف شغل التاني. يعني أهم حاجة في الرسم عموما أو كده، إنك شارك اللي أنت بتعمله. لو في تعديلات تتقالك يعني تعدلها، في حاجات تظبطها هتظبطها. طبعا موجودين بيشجعوا بعض يعني شوية وكده. فأنا عايز أكبر الجروب ده شوية، لأن هو لسه فيه عدد صغنون جدا. فهسيب صور هنا. تمام. آخر المحاضرة دي أو آخر الفيديو ده هتبدأوا تطبقوا عليه عملي بكل، يعني سواء بقى المحاضرة دي أو اللي فاتت. تمام. ده بقى خلاص احنا كده خلصنا الجزء كامل. فهحط صور بقى عموما، وضعيات عموما، تطبقوا عليها وتبعتوها هناك. استناكوا، اشوفكم المحاضرة الجاية على خير.